هلا وغلا فيكم بقناتكم. قبل لا أبدأ سالفة اليوم خلوني أقول لكم شي. اللي بصير بهالقصة مو فيلم ولا خيال. هذا يوم عادي جدا بدأ بضحكة وانتهى بشي ما كنت مستعدة له أبد. سالفة صارت بالكويت في شقة هادية وموقف بسيط قلب كل الموازين. إذا تعتقد إن الأيام العادية ما تغير حياتنا، يمكن عقب هالسالفة تغير رأيك. نورتوا المكان اللي دايما أقول عنه مو بس قناة، هني سوالف تعيشونها مو بس تسمعونها. إذا تحبون هالنوع من الحكايات لا تنسون اللايك والاشتراك وتشير زر الجرس، مو زينة بس يخليكم أول ناس تعرف شنو بيصير. أما سالفة اليوم، والله يا جماعة سالفة لو ما صارت لي بنفسي جان قلت مستحيل تصير. وصارت وين؟ بالكويت. وبليلة ما تنسى اللي صار إني كنت ذاك اليوم طالع مع رفيجي بدر من أيام الثانوية وإحنا ما نفترق. قررنا نتمشى على البحر عقب الشغل ونغير جو. قعدنا ساعات نمشي من الكورنيش لين المجمع، والحر كان مو طبيعي لدرجة حسيت إن هدومي صارت لاصقة فيني. رجعت بيتي تعبان وقلت باخد دش سريع وأبدل ملابسي، وبين ما أنا داخل الحمام يرن تليفوني. بدر يقول لي ترى أنا قريب من بيتك، بطة عليك أخذ الشاحن اللي نسيته عندك. قلت له مرة ما توقعت يوصل بها السرعة. أنا كنت للحين ألبس ملابسي على السريع وما لحقت إلا أسمع دق الباب، ودخل من نفسه لأنه حافظ المكان. دخل المطبخ يفتح الثلاجة يدور له شيء بارد يشربه، وأنا أصرخ عليه من الغرفة أقول له دق دق قبل تدخل. يضحك ويقول يبه بيتك وبيتي. الموقف قلب غريب لما قرر يقعد ينتظرني بالصالة، وبين ما أنا أدور تيشيرت نظيف ما لقيت شيء قريب. اضطريت ألف الفوطة وأطلع بسرعة أخذ ملابسي من غرفة الغسيل. أول ما طلعت أشوفه قاعد يضحك مو طبيعي. قلت شفك؟ قال ترى طلبت أكل وجاي بالطريق، لا تقول ما عندك ملابس. ما مداني أرد إلا جرس الباب يرن. المندوب واقف والأكل بيده، وبدر يركض يفتح الباب ويستلم الطلب كأنه صاحب البيت. حط الأكل على الطاولة وبلش يفتح العلب، وأنا للحين مو مغير ملابسي وأحاول أخلص بسرعة. هو من الجوع قام يأكل قبل لا أقعد أصلا. الموقف المضحك إن العصير انكب على إيده، راح يدور شي ينشف فيه وما لقى، يلتفت يمين يسار وأنا مو منتبه له لانشغالي ألبس. وفجأة أسمعه يضحك ويقول ترى ما لقيت غير هالحل. أطلع عليه أشوفه ماسك طرف الفوطة اللي معلقها على الباب وينشف فيها إيده، وهو يحسبها فوطة عادية مو منتبه إنها حق. وهنيه بدأت سالفة ثانية ما كانت بالحسبان أصلا. هلا وغلا فيكم مرة ثانية يا جماعة. واللي توه داخل القناة جهز لك قهوتك وخلك قريب، لأن اللي صار بهالليلة بالكويت ما كان مجرد موقف يضحك، كان بداية سالفة غيرت مجرى حياة إنسانة بالكامل. التفت عليه وأنا مستغربة وقلت شنو قاعد تسوي أنت؟ يرد وهو يضحك كأنه مو شايف شي غلط. أنشف إيدي، في مشكلة؟ مديت إيدي أضربه على كتفه من القهر، وهو بدل ما يعتذر زادها ضحك وسوالف. اللي صار بعدها إن الفوطة اللي كنت لفتها استعجلت فيها، ومع الركض انفكت وطاحت على الأرض، وهو للحين مو قادر يوقف. ضحك. أنا توترت ولفيت بسرعة أبي أعدلها، بس هو سبقني وركض داخل الغرفة وقعد فوق السرير يصفق ويقول يلا الحقي. دخلت وراه وأنا بين الضحك والعصبية. صار الموقف كله مزح بهزار، نركض يمين ويسار، نرمي مخدات، والغرفة انقلبت ساحة لعب كأنها يهلموا كبار. وهني خلوني أعرفكم بصاحبة السالفة. اسمي نورة، عمري 30 سنة، واللي تشوفونه الحين من ضحك وخفة دمي ما كان موجود قبل كم سنة. قبل 3 سنين كنت متزوجة، مو زواج مشاكل ولا صراخ، العكس، كل شي كان هادي. بس النهاية جت من مكان ما كنت حاسبت له، مو لأن في خيانة ولا لأن في شخص غلط، لكن لأن الظروف كانت أقوى منا. بعد الانفصال ما رجعت لبيت أهل، لأن ما كان في بيت أهل أصلا، الله يرحمهم الاثنين. اضطريت أبدأ من جديد ودورت شقة صغيرة في السلمية، شقة تدور 5، مصعدها كل شوي يعلق، والجار اللي فوق كل ليلة يحرك كراسي الساعة 2 الفجر. أول أسبوع لي هناك كنت أتعرف على المنطقة، أكتشف البقالة القريبة، المغسلة،
الكافيه اللي تحت البناية، وهناك تعرفت على شخص غير الروتين اليومي بدون ما أنتبه. جار بنفس العمارة اسمه سعود، مو من النوع اللي يتدخل، بس كل مرة أطلع أو أدخل أصادفه عند المصعد. مرة شايل أكياس، مرة يصلح لمبة الممر، مرة يساعد عامل التوصيل يلقى الشقق. بالبداية الموضوع كان مجرد هلا هلا، بس مع الأيام صارت مواقف صغيرة. باب سيارتي ما كان يفتح، ساعدني. المصعد علق، طمني. طلب أكل وصل غلط لشقته وجابه لي. التفاصيل الصغيرة هذه هي اللي بدأت تحرك أحداث ما كنت متوقعتها. وبنفس الوقت الجار اللي فوق اللي يحرك الكراسي كل ليلة طلع له دور أكبر من مجرد إزعاج. العمارة نفسها كانت تخبي أشياء ما تنشاف من أول نظرة، وأنا ما كنت أدري إن انتقالي لهالشقة مو بس تغيير مكان سكن، كان دخول لعالم جديد بالكامل. والله يا جماعة ذاك اليوم الشقة قبل لا نبدأ فيها كانت كأنها مخزن مو مكان سكن، كراكيب فوق بعض، كرتون قديم، وأغراض ما ندري شلون وصلت هناك أصلا. أنا ومشاري قعدنا من الظهر لين قريب العصر نرفع، نكنس، نبدل أماكن الأثاث، حتى الستارة فكيناها وغسلناها ورجعنا ركبناها. كنت أضحك وأقول له: أنت شلون عايش بهالمكان؟ هذه مو شقة، هذه مستودع. يرد وهو يمسح العرق عن جبينه: الحين صارت فندق 5 نجوم، مو؟ وفعلا الفرق كان مو طبيعي. المكان اللي كان بارد وكئيب فجأة صار فيه روح، كأن الجدران نفسها تنفست. قعدنا شوي بالصالة نلتقط أنفاسنا، الشمس داخلة من الشباك، والهدوء بعد التعب كان غريب. قلت له: مشاري، مو يوعان؟ قال لي بدون تفكير: أنا لو في مطعم قدامي الحين باكله بطاولته. قلت له: مالي خلق أطبخ. أعطيته فلوس وقلت له ينزل يجيب شي سريع من المطعم اللي تحت البناية. لبس تيشيرته على السريع ونزل، وأنا دخلت الحمام أخذ دش خفيف وأرتب نفسي. ما طولت، طلعت ولفيت الفوطة ومستعدة ألبس، وفجأة أسمع صوت الباب ينفتح. مشاري رجعت أسرع مما توقعت، المفتاح معه لأنه قبل كم يوم ساعدني أبدل القفل. قلت له من بعيد: حط الأكل على الطاولة بس دقيقة وألبس. يضحك ويقول: دقيقة شنو؟ أنا خلاص بروحي باكل. حط الأكياس وفتح العلب، الريحة عابت المكان وقعد ياكل أول لقمة قبل حتى ما أقعد. جلست يمه بنفسي حالتي، أضحك من الموقف. هو مرة يمد لي لقمة، ومرة يخطف الشوكة من يدي، والأكل تحول مزاح أكثر من كونه غدا. الشقة اللي قبل ساعات كانت ساكتة صارت مليانة صوت وضحك. قلت له: من زمان ما ضحكت بهالطريقة. يرد بسرعة: ومن اليوم ورايح تتعودين. عقب ما خلصنا ومنا للمطبخ نغسل إيدينا، هو خلص قبلي، يلتفت يمين ويسار يدور شي ينشف فيه، ما لقى، وفجأة يطالعني بنظرة خبث ويقرب. قلت له: لا، لا تسويها. يضحك ويمد إيده على طرف الفوطة اللي علي وينشف فيها. قلت له: أنت مجنون؟ وهو يزيدها عناد ويمسح إيده أكثر. ما تمالكت نفسي وضربته ضربة خفيفة على كتفه. هو يضحك ويركض، وأنا أركض وراه، وبالركض الفوطة ارتخت شوي وكادت تطيح. وقفت لحظة أعدلها وهو من الضحك مو قادر يوقف. رجعت أركض أبي أمسيكه. دخل غرفته وقفز فوق السرير كأنه فاز بسباق. الغرفة انقلبت فوضى، مخدة طارت، غطا انسحب، وهو للحين يضحك ويستفزني. أنا توترت أكثر وصرخت: بس خلاص. تركت الغرفة وركضت على غرفتي بسرعة، قفلت الباب ولبست ملابسي على عجل. وما كنت أدري إن اللحظة اللي حسبتها مجرد هزار كانت بداية سلسلة أحداث بتخليني ما أشوف هالشقة بنفس العين بعد هالليلة. لبست بسرعة ورجعت الصالة. أول ما شافني مشاري قام يضحك ويقول: الحين إيه، صرتي جاهزة للعالم الخارجي؟ مديت إيدي أخذ المخدة اللي على الكنبة ورميتها عليه، يمسكها بسهولة ويردها علي. نقعد نرمي مخدات ثواني وبعدها يقرب ويمسكني من إيدي على أساس يمنعني. أقول له: لا تمسكني، خل ألعب. وهو يضحك: خلاص خلاص، بس لا تضربين بعد. أول ما يتركني أرجع وهاجمه بالمخدة، وهو يصدها ويرجع يمسكني.
اللعبة صارت شد وجذب، مو أكثر. ضحك وصوته عالي لدرجة حسينا إن الجيران يمكن يسمعون. قعدنا جذي كم دقيقة، لين أخيرا قدرت أفلتت من إيده وضربته بالمخدة كم مرة وأنا أضحك. تعبنا من الركض والهزار وقعدنا نلتقط أنفاسنا. سكت المكان فجأة، والهدوء وعقب الضحك حسيته ثقيل شوي. قلت له: مشاري، أبي أطلع، أبي هوا. يبتسم ويقول: زين، وين ودك نروح؟ قلت له: خلنا نتمشى على مارينا البحر، أبي أمشي شوي وأكل فشار ولا ذرة، أي شيء يغير الجو. ما تردد، قال: تام، بس جهزي بسرعة وأنا أبدل تيشيرتي وانزل. دخلت الغرفة وبدل ملابسي، وقفت قدام الدولاب محتارة شنو ألبس. ناديت عليه: مشاري، شرايك بهالتيشيرت؟ يطل من الباب ويضحك: لا، هذا مو حق تمشيه، خليه خفيف أحسن. راح غرفته وجاب لي جاكيت خفيف وقال: جدي تقدرين تتحركين براحتك. لبسته وعدلت شكلي، وهو بنفس اللحظة طالع من غرفته. يوقف لحظة يطالع ويقول بنبرة مزح: إيه الحين؟ شكل الطلعة بيصير لها جو. نزلنا من البناية، الهوا كان أهدى من قبل. مشينا للشارع الرئيسي نطلب تاكسي. طول الطريق سوالف خفيفة وضحكوا عن أشياء تافهة، بس تضحك. وصلنا البحر، الأنوار على الممشى، صوت الموج خفيف، ناس تمشي وناس تصور. اشترينا فشار وذرة من العربة وقعدنا نمشي بدون هدف، مرة نوقف نطالع البحر، مرة نضحك على موقف يصير قدامنا. الجو كان خفيف لدرجة حسيت كأني بعالم ثاني، مو نفس اليوم اللي بدأ بتعب وتنظيف. بس وإحنا واقفين عند السور نطالع الموج، مرت سيارة ببطء ووقفت شوي قريب منه، ومشاري سكت فجأة ونظرته تغيرت. وهني بدأ جزء جديد من السالفة، ما كان مجرد تمشيتي على البحر أبدا. مشينا على الممشى والناس حوالينا، كل واحد بعالمه، في اللي يضحك واللي يصور واللي قاعد بس يطالع البحر ويسرح. أنا كنت فرحانة بطريقة غريبة، ضحك بدون سبب واضح، كأن التعب كله انمسح فجأة. لما خلصنا لفة المارينا رجعنا لنفس المكان اللي وقفنا فيه بالبداية، وبالصدفة لقينا عربات صغيرة تبيع فشار وذرة حارة. واحد ماسك ورود يمر على الناس، وقف قدامي ومدلي وردة وقال: تستاهلين هالابتسامة. مشاري يطالعني ويضحك: ها، الظاهر الجو مناسب اليوم. أخذت الوردة وصرنا نضحك على الموقف. قررنا نكمل مشي لين وصلنا صوب المرسى الصغير اللي فيه قوارب تأجير نص ساعة. بدون تفكير استأجرنا قارب صغير، مو قارب كبير، بس يكفي شخصين وهدوء. قعدنا جنب بعض، صوت الماء خفيف حوالينا والأنوار تنعكس على البحر. قلت له فجأة: ودي أسوي شي غريب. يطالعني: مثل شنو؟ قلت: أبي أرقص، جذي بدون سبب. يضحك ويقول: هني؟ قلت له: إيه، ما حد يعرفنا. وقفنا ثواني نتحرك على نغمة موسيقى جاية من بعيد. ضحكنا أكثر مما رقصنا، بس الإحساس كان خفيف، كأننا نهرب من يوم طويل مو أكثر. بعدها طلعنا من القارب وكملنا نمشي على الكورنيش. النسيم أبرد شوي والشوارع صارت أهدأ. دخلنا صوب سوق شرق، المحلات مفتوحة والأنوار عالية. قلت له وأنا أتمشى: أحس ودي أكل شي شعبي، ما أدري ليش. قال: اختاري اللي تبينه. دخلنا مطعم صغير، أخذنا طلب خفيف وحلو. قعدنا نضحك على أشياء تافهة، بس الجو كان مريح بطريقة غريبة. عقبها طلعنا نتمشى مرة ثانية. شفتوا ناس راكبين سكوترات كهربائية، قلت له: ودي أجرب. ابتسم وقال: يلا. أخذنا لفة قصيرة بالسكوترات. ضحكنا لأن التوازن مو سهل بالبداية، بس حسيت بشي، كأني أرجع أتعلم أضحك من جديد. طول اليوم كنت أفكر بالأيام اللي راحت، بس بهاللحظة تحديدا قلت بيني وبين نفسي: يمكن أقدر أبدأ صفحة ثانية. رجعنا الشقة متأخر شوي. أول ما دخلنا حسيت المكان مو نفس الصبح، الإضاءة أدفى والجو أهدأ. وقفت لحظة بالصالة، قربت من مشاري بدون تفكير وأعطيته حضن خفيف، مو حب بس امتنان إن اليوم مر بدون ثقل. هو استغرب ثانيتين وبعدين قال بنبرة هادية: شكلك احتجتي هالطلعة. قلت: إيه،
حسيت إني أتنفس. راح المطبخ يسوي لنا شاي، رجع بكوبين وقعدنا على الكنبة بهدوء. أخذت رشفة وقلت: طعمه غريب شوية اليوم. يضحك ويقول: يمكن لأنك أول مرة تشربين الشاي وإنتي مرتاحة فعلا. سكت المكان، ما في ضحك عالي ولا موسيقى، بس راحة غريبة. كنت أحسب إنها الهدوء نهاية يوم طويل، بس بالحقيقة كان بداية شي ما كنت مستعدة له أصلا. رجعنا الشقة وأنا مو نفس اللي طلعت منها. كنت خفيفة بطريقة غريبة، أضحك بدون سبب واضح، حتى خطواتي حسيتها أبطأ وأنعم. مشاري لاحظ علي وقال: روحي بدلي وخذي لك دش، يمكن التعب لحقك. قلت له وأنا أضحك: إيه يمكن، بس بسرعة. دخلت الحمام، المويه نازلة والأفكار متلخبطة، مو حزن مو فرح، بس شي بين الاثنين. اللي أذكره إني طلعت ونمت لحظة على الكنبة، واللحظة هذه صارت ساعات. صحيت ثاني يوم تقريبا وقت الظهر، الشمس داخلة من الشباك والشقة هادية بشكل مو طبيعي. قمت أتمشى بالصالة شوي، رحت المطبخ سويت فطور خفيف، توست وشاي. وأنا أحط الصحون على الطاولة يطلع مشاري من الغرفة ويقول: صباح الخير، نمتي زين؟ قعدنا نفطر وأنا أحاول أرتب أفكاري. سألته: مشاري، أماز شنو صار بعد ما رجعنا؟ أحس مخي فاضي. يبتسم ويقول: ولا شي كبير، بس كنتي تعبانة ونمتي. هالكلام ريحني شوي، بس بنفس الوقت خلاني أفكر. اليوم كان هادي، مو مثله أمس ضحك وركض، بس هدوء مريح. حسيت إن الشقة فعلا صارت بيت مو بس جدران. قعدنا نتكلم عن أشياء بسيطة، قهوة، أفلام، أيام الشغل، ولا مرة رجعنا لتفاصيل أمس. بهاللحظة فهمت شغلة مهمة: مو كل يوم لازم يكون صاخب عشان يكون جميل، أحيانا الهدوء بحد ذاته نعمة. وقلت له بنبرة مزح: ترى أبي أيام حلوة جذي أكثر. يضحك ويقول: مو لازم نطلع كل مرة، أحيانا اليوم الحلو يبدأ من هني. ومن ذاك اليوم بدأت أركز على التفاصيل الصغيرة: فنجان القهوة، المشي القصير، الضحكة مثل السريعة. وهني يا جماعة تنتهي سالفة اليوم، سالفة ما فيها أبطال خارقين ولا أحداث مستحيلة، بس فيها تذكير بسيط إن الفرح مو دايم يحتاج شيء كبير. أحيانا تغيير جو، موقف عفوي، أو كلمة خفيفة تقدر تفتح صفحة جديدة بدون ما نحس. إذا عجبتكم السالفة قولولي بالتعليقات شنو أكثر لحظة حسيتوا فيها بالجو، وشاركوني آراءكم. نشوفكم بسالفة ثانية قريب.